السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز حلو قوي النهارده للزمالك، بيرجع الثقة للعيبة في نفسها، وأول فوز للجهاز الفني الجديد بقيادة كريستيان جروس، اللي شايف إنه بدأ يحط إيده بنسبة كبيرة جدا على الإمكانيات الفردية للعيبة اللي هو أصلا مش عارفهم، لأن هو جه لقى فرقة تانية خالص. الفريق النهارده شكله إلى حد ما كويس، الونش بيبدأ يستعيد مستواه. عمل تغيير حلو قوي لما اتصاب دونجا بان هو نزل تاني المسلوسي علشان يشغل المكان بتاعه، ودخل عمر جابر في مركز الديفندر. المسلوسي بمستواه اللي احنا شفناه مع الزمالك في مركز المساك او بقدراته الجديده كمساك، لو بدات تشركه كباك رايت هيفيدك جدا، لان انت في حاله ان انت بتحط المسلوسي كده اللي هو كده واقفين بالشكل ده، المسلوسي هنا اللي هو ده اللي هو الباك رايت. في حاله ان انت عايز تستفيد ان دوت يتقدم اللي هو فتوح يروح، فانت ممكن تلعب بثلاثه بس، يعني هو يرجع المسلوسي يرجع لورا، يبقى مع الونش ومع حسام عبد المجيد يبقوا ثلاث مساكين، فوجود المسلوسي في الملعب هيديك قدرات دفاعيه اعلى، وفي نفس الوقت بيدي مساحه اكبر بكتير جدا للوينج اللي بيلعب قدامه انه يزيد، ومش مطلوب منه قدرات دفاعيه وواجبات دفاعيه كتير وكلام من ده. فالنهارده لو هو بيلعب ورا زيزو هيريح زيزو اكتر. لو النهارده محتاج انك تدي فرصه لحد بديل لزيزو وليكن عمر جابر في مركز الوينج رايت، هتبقى دي حاجه اضافه كبيره جدا، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا عارفينها ان زيزو بنسبه كبيره جدا هيمشي من الزمالك، بغض النظر هيروح فين، ودي هكلمكم فيها بعد شويه. يعني احنا بس عايزين نتكلم على المباراه اللي الزمالك فاز فيها من شويه. النهارده الزمالك بيوصل للنقطه 14، وده امر مهم جدا، لان الزمالك الاهلي اكيد الماتشات اللي متاجله له هيفوز فيها، فهنفضل محافظين على الفرق مع الاهلي لحين المباراه اللي هتكون مواجهه مباشره بيننا وبين الاهلي، وساعتها بقى اللي يكسب التاني يبقى هو اول الدوري. ودي حاجه بالنسبه لي صراحه بشوفها حلوه جدا، ان كده يبقى انت عايز تاخد الدوري خده بدراعك، ما تستناش ان بقيه الفرق هي اللي تعمل لك نتائج ايجابيه مع الاهلي وانت واقف تتفرج يعني. فدي حاجه بالنسبه لي كويسه. الزمالك النهارده كويس، حلو قوي ان دونجا واخد تعليمات بقاله فتره ان اي كره بتجيله اللي فيها الريباوند دي سكند بول، دي اي كره بتجيله بيشوط، فدي حاجه حلوه جدا عجباني في دونجا بيعملها مؤخرا. النهارده جاب منها هدف، اعتقد كان جاب منها برضه هدف قبل كده، فبيأدي بشكل كويس. ناصر منسي ما شاء الله لاعب موفق، ودايما بيتواجد في الحتت اللي بتيجي فيها الكوره عشان تجيب جول. بيفكرني بكابتن ايمن منصور وكابتن محمد رمضان زمان، الاثنين دول كانوا بيقفوا في مكان الكوره تخبط في 180 واحد، وتخبط في الجمهور وتخبط في الجهاز الفني، وتيجي تقع في الحته اللي هو واقف فيها تحديدا فيجيبها جول يعني. فهو ناصر منسي كده، هو بني ادم واضح ان هو بدأ انه نيته نظيفه كده زي قفشه كده. واد محترم وابن ناس، لان هو للامانه يعني مهاريا هو قليل جدا، كحد ياخد كوره ويعمل دريبلينج وبنتريشن وكلام من ده، هو قليل جدا صراحه. ولكن هو راس حربه صراحه، انا عن نفسي بشوف ان هو مفيد اكتر 1500 مره من سيف الدين الجزيري. على الاقل عنده دم وبيحترم نفسه وبيحترم الفانيلا وبيحترم الجمهور. طيب النهارده طبعا بنقول خلاص ايه بقى الموضوع بتاع الماتش ده، مبروك للزمالك ومبروك لكريستيان جروس، الحمد لله الفوز مهم جدا. خلينا بقى نتكلم في النقطه اللي كل الناس عماله تتكلم فيها مؤخرا، في ان مصطفى محمد هيروح الاهلي، وان زيزو كمان هيروح الاهلي، وان ممكن ياخدوا حسين لبيب كمان وكابتن احمد سليم حاجه غريبه يعني. الاهلي ما شاء الله بقدراته الماليه دي ناقص يجي ياخدنا انا وعيالي من البيت، يعني كله بيجي ياخد من الزمالك بس، يعني ما بيفكروش بره الصندوق، او هم تحديدا ما بيفكروش غير جوه الصندوق بتاع الزمالك نفسه، يعني ما بيجيبوش من بره. ما علينا يعني. عموما ده عرض وطلب ومن حقهم، ومحدش بقى يقعد يقول لي انتماء واستفتاء والكلام العبيط اللي احنا بنقعد نقوله ده. احنا بنتكلم في فلوس كتير قوي دلوقتي، يعني الكلام ده لو مثلا بقول لك ان زيزو هياخد 500 جنيه في الزمالك وهياخد 600 في الاهلي، اقول لك يا عم يعني انا جت على 100 جنيه يا عم زيزو، ما تخليك عندنا يا عم. انما دلوقتي بكلمك في ان الزمالك عارض عليه 180 مليون جنيه، ده رقم كبير قوي، ده رقم كبير على اي لعيب في مصر، اصلا ما فيش حد ياخد الرقم ده اساسا. ولكن ما علينا، خلينا نقول ان هو الولد اصلا قيمته السوقيه دلوقتي وصلت 800,000 يورو، يعني هو بقى يعني بقى نجم صراحه. يعني 800,000 يورو دول يعني قيمته السوقيه اصلا حوالي 40 مليون جنيه. فانت النهارده بتعرض عليه 60 مليون وهو مش راضي، لان هو عنده عروض، ولان هو عمال يماطل فيك هو وابوه بقاله فتره كبيره جدا، لحد ما وصل دلوقتي ان هو بقى فاضل في عقده خلاص اخر 6 شهور. فدلوقتي مجلس ادارتنا وقع في غلطه كبيره جدا، جريمه هيتحاسب عليها حقيقي حقيقي. يعني انا بكلم النهارده كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد وكل اعضاء مجلس الاداره، النهارده لو احمد سيد زيزو ده مشي من نادي الزمالك ببلاش، دي جريمه انتوا لازم تتحاسبوا عليها وش كده.
انا عارف ان احنا ما معناش فلوس ندفع الارقام اللي هو عمال يطلبها دي، لان هو النهارده طالب 290 مليون جنيه، مش عارف اشمعنى 290 يعني، ما تخليهم 270 يعني، رقم يتقسم على 3 خليهم 310 زي، مش فاهم انا ايه اشمعنى 270، خليهم 300 يبقى 100 في السنه وخلاص. هو عموما بيطلب مننا تقريبا من 95 ل 100 مليون جنيه في السنه. صراحه انا شايف ان الفلوس دي كتير قوي ان انا ادفعها في لاعب يعمل لي برجله كبيره جدا في دكه الزمالك وفي غرفه خلع الملابس، ويشقلب سقف التعاقدات في الدوري المصري. صراحه انا شايف ان الدوري المصري لا يحتمل ان اي فريق يدفع مبلغ كبير في لاعب بالمنظر ده، يعني ده رقم مبالغ فيه قوي صراحه، يعني قوي قوي، ده هبل صراحه. طب انا النهارده احمد سيد زيزو خلاص فاضل 5 6 شهور في عقده، وشكرا كده نادي الزمالك لبس في حيطه، اي عرض هيجيبه هيمضي عادي جدا، ومش هيمضي لك، مش هيجدد لك، وعايز تقعدني على الدكه قعدني على الدكه. هو اصلا لعبه بقى فردي جدا وبيلعب لمجد شخصي بس. احمد سيد زيزو ما بقاش يلعب لفريق الزمالك اصلا الفتره الاخيره دي، بيلعب لنفسه فقط لا غير. نادرا ما بتشوف منه اسيست مثلا، ولا بتشوف منه ان هو بيهين نفسه. هو اكتر لعيب تقريبا في الفرقه بيفقد الكوره. احمد سيد زيزو النهارده لو اجيب لك الارقام بتاعته، وصلت دقه التمرير بتاعته 81%، وده رقم لو هقارنه بقى، ما دام انت راجل بتتكلم في انك عالمي و800,000 يورو قيمه سوقيه وبتطلب مني 2 مليون دولار في السنه، يبقى انت بتتكلم في ارقام عالميه. الارقام العالميه يا حبيبي اي لاعب دقه تمريره بتتخطى 90%، فرق عنك بكتير جدا يعني. انا النهارده اللي هقوله تاني للمره المليون، انا اللي صنعت زيزو، انا كزمالك وكمجلس اداره وجمهور وكيان، احنا اللي صنعنا احمد سيد زيزو. فمعلش يا حبيبي اتوكل على الله خلاص، شكرا متشكرين، واجيب غيرك واعمل منه نجم. انا شايف كده صراحه. نفس الحكايه مصطفى محمد، النهارده ناس كتير جدا قاعدين ان مصطفى محمد ممكن يكون في الاهلي. الاهلي عنده فلوس، الاهلي النهارده هيضخ في خزنته 50 مليون دولار لمجرد مشاركته في بطوله العالم اللي هتتلعب في امريكا في شهر 6. يعني هيدخل لنادي الاهلي حوالي بتاع تقريبا كده ما يقرب من 2 مليار و700 مليون جنيه، يجيب اتقن لاعب في الدنيا. ايه يعني 300 مليون جنيه احطهم على الترابيزه لمصطفى محمد في 3 سنين، وايه يعني احط كمان 100 300 مليون زيهم، وابقى خدت افضل 2 لعيبه مصريين حاليا، مصطفى محمد واحمد سيد زيزو، وابقى دوست على الزمالك دوسه قضيت عليه خالص. يعني ايه 600 مليون جنيه يعني عادي مش مشاكل، مفيش اي مشكله. كام يعني دول؟ كام؟ ال 600 مليون جنيه دول يطلعوا كام بالدولار؟ ولا حاجه، هم جاي لهم 2 مليار وشويه، فمش فارق معاهم. فالنهارده احمد سيد زيزو هيمشي من الزمالك. الكارثه الاكبر دلوقتي اللي انا هحاسب عليها مجلس الاداره، مش ان هو مشي، ما يمشي، ما احنا كده كده عارفين ان هو عرض وطلب وسوق ولعيب هيجي له عرض تاني هيمشي، ما زي كان نفس اللي حصل بالظبط مع رمضان صبحي لما كان في الاهلي واتعرض عليه مبلغ وجاله مبلغ تاني اكبر بكتير. ما انا النهارده بكلمك في ان الزمالك مثلا عارض 60 مليون في السنه، وده معروض عليه من نادي تاني 100 مليون، يعني فرق 40 مليون جنيه. ده 40 مليون جنيه يا جدعان، ده كتير جدا يا اخوانا، ما هوش فرق 20 جنيه، ده فرق 40 مليون جنيه في السنه، في 3 سنين فرق 120 مليون جنيه. هو حقه ان هو يطلب مستحقات اكتر، وان هو يامن مستقبله ومستقبل عياله وعيال عياله وعيال عيال عيال عياله عادي، يعني مفيش مشاكل، حقه. ده شكل بقى في انتماء وغيره. فهو النهارده بيطلب حق شرعي، وانا كمان كمشجع زملكاوي وكراجل مهتم بالكوره بطلب من نادي الزمالك حق شرعي، ان انت النهارده اللاعب ده لو مشي من غير انا ما اخد من وراه فلوس، فحضرتك مسؤول عن انك اهدرت ثروه مهمه جدا لنادي الزمالك. انا الحكايه بقول لك تاني، انا مش فارق معايا ان زيزو يمشي او يقعد، ولكن فارق معايا ان زيزو لو هيمشي فهي ده ثروه انا اللي صنعتها كنادي الزمالك، وما ينفعش ان انا اسيبه يمشي ببلاش بالمنظر ده، لان ده اللي هيحصل. سواء بقى ان هو راح الاهلي، راح فريق سعودي، راح فريق في اي حته على كوكب الارض، انا مش فارق معايا هو رايح فين، ولكن انا فارق معايا اني انا اهدرت ثروه كبيره جدا بدون مقابل. مبروك للزمالك تاني، واتمنى ان شاء الله ان احنا الزمالك ما يحصلش فيه الكلام اللي انا عمال اقوله من بدري ده، ان الزمالك يتاخد منه ببساطه كده احمد سيد زيزو، وان نلاقي مصطفى محمد اللي هو تقريبا اهم مهاجم مصري حاليا اللي هو مش موفق في اعتقد يعني مصطفى عقليته دلوقتي بقت احترافيه شويه، وممكن هيبص لاوروبا اكتر، لو جاله عرض من اي نادي اوروبي هيكون افضل له من انه يكون في الاهلي. ولكن برضه ممكن مصطفى محمد يقول لك طب ما اروح الاهلي، امضي مع الاهلي 6 شهور بس والعب معاهم بطوله العالم للانديه، ممكن اجيب لي جون ولا 2 ولا حاجه واسوق نفسي ومتشكرين، هبقى استفدت فلوس واستفدت لعب ونجمت نفسي وحطيت نفسي في باترينا وارجع تاني. ولكن هتبقى ضربه كبيره برضه للزمالك وللزملكاويه انك تشوف مصطفى محمد واحمد سيد زيزو الاثنين لابسين فانيله الاهلي في بطوله العالم. انا صراحه الكلام ده لو حصل
هازعل جدًا من مجلس إدارة نادي الزمالك، الكلام موجه ليكم أنتم، الكلام موجه أستاذ ممدوح عباس اللي بيدعم النادي بفلوس كتير، أنا ما أعرفش صراحة يعني إيه اللي بيحصل في الموضوع ده بالضبط، ولكن أنا شايفه بيعلن عن صفقاته وبيتكلم وهو الراجل أصلًا ما لوش صفة، يعني طبعًا مع كل الاحترام لحضرتك يا أستاذ ممدوح، حضرتك ما لكش أي صفة رسمية، هل أنت صحفي مثلًا مقرب من مجلس الإدارة فأنت بتعرف مواضيع الصفقات وبتعلن عنها والّا أنت مين؟ والّا أنت اللي بتدير النادي أصلًا؟ فمن فضلكم فهموني إيه اللي بيحصل عشان الصراحة أنا حصل عندي كده تروما في دماغي والحكاية ملخبطة معايا أوي يعني، أنا مهنج صراحة، في عندي ايرور حاصل من اللي بيحصل في نادي الزمالك، أتمنى أحمد سيد زيزو ما يمشيش من النادي ببلاش، اللهم بلغت، اللهم فشل، السلام عليكم.